مثال للصلاة الجميلة بتاع يونان في بطن الحوت شين رمبي. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. احنا بدأنا من حوالي 3 حلقات تقريبا كلام عن حديث سفر الأمثال عن نصائح تفيد الإنسان. وأول حاجة خدنا جانب الأمور اللي يسموها التصرفات غير المسؤولة، يعني زي الكسل مثلا بدأنا بيه. وعلى فكرة مش بس سفر الأمثال اللي اتكلم عن الكسل، لكن في آيات جميلة وردت في سفر يشوع ابن سيراخ برضو من الأسفار الحكمة بتتكلم عن الكسل. يعني مثلا في الإصحاح الثاني، كل اللي هنقوله ده في يشوع ابن سيراخ نفس السفر، يعني الإصحاح الثاني عدد 14 يقول: ويل للقلوب الهيابة. الهيابة يعني ايه؟ اللي بتخاف يعني. وللأيدي المتراخية، يعني الإنسان اللي يخاف، يعني ربنا ما يشجعش الحكاية دي. يقول ويل للقلوب الهيابة وللأيدي المتراخية. متراخية يعني ايه؟ مشتغلش، كسل، برضو تبع الكسل والتراخي. برضو في الإصحاح الرابع عدد 34 يقول: لا تكن جافيا في لسانك ولا كسلانا متوانيا في أعمالك. جافيا في لسانك يعني تقول كلمات غليظة تعور، يعني في واحد كده ألفاظ جارحة مش حلوة، فيقول لا تكن جافيا في لسانك ولا كسلانا متوانيا في أعمالك. في ربط بين الاتنين، مش كده؟ ملاحظين الجافي في كلامه متواني في ايه؟ في أعماله. لأن اللي ما بيشتغلش يحتاج، ولما يحتاج عايز يبتز الناس فيقول كلام ايه؟ جارح، زي ما بنشوف في عينات كده. يعني في الإصحاح العاشر برضو من نفس السفر يشوع ابن سيراخ عدد 29 و30 يقول: لا تعتل عن الاشتغال بالأعمال، فإن الذي يشتغل بكل عمل خير ممن يتمشى وهو في فاقة إلى الخبز، في حاجة إلى الخبز. يعني الواحد يشتغل بطريقة زي الجعان اللي بيدور على الايه؟ على الخبز. اشتياقه للعمل زي اشتياقه للايه؟ للأكل. ما هو من لا يعمل لا يأكل. طب اشمعنى ما بتشتاقش للعمل وتشتاق للأكل؟ ما هو الأكل نتيجة الايه؟ العمل. برضو في نفس السفر إصحاح 22 عدد 1
يقول الكسلان أشبه بحجر قذر، كل أحد يصفر لهوانه، يعني يعلن مذلته، يعني يشبهه الكسلان أشبه بحجر قذر، زي حجر متسخ، يعني كل واحد ينادي ويقول شوفوا الحجر ده منظره ايه. يعني دايما الكسلان يعلن عنه ان هو شخص ايه؟ شخص ملوش فايدة، الكل يعني يلومه لأنه لا يعمل وعنده قدرة على العمل. ده متوسط العمل بالنسبة للعالم الثالث، وطبعا احنا منهم. بيقول لك الإنسان متوسط فترة العمل اليومي ما تجيش ساعة، العمل اليومي. يعني لو قسمت الشغل اللي بيشتغلوا على الأسبوع ما يطلعش ايه. طبعا ده المتوسط، في ناس بتشتغل كتير وناس ايه ما بتشتغلش. هو بيجمع بقى وبيقسم على العدد يطلع المتوسط. الكسلان أشبه بذيل الثور يعني عامل زي الديل كده، ملوش فايدة. يعني ده يمكن الديل بينش بيه ولا حاجة له فايدة، لكن ده ما ملوش فايدة، كسلان ما بيشتغلش. كل من يتعامل معه ينفض يده يعني حاجة كده الناس ايه ما تحبهاش. يعني انا بس بوري لكم ان الوحي الالهي اللي موجود في سفر الامثال موجود برضو ايه في اسفار اخرى، بس عشان تبقى الفكرة عن الكسل واحدة. في الإصحاح 25 عدد 5 يقول إن لم تدخر في شبابك فكيف تجد في شيخوختك. يعني اللي ما يشتغلش كويس وهو شباب مش هيلاقي وهو إيه وهو كبير. في الإصحاح 31 عدد 27 في جميع أعمالك كن نشيطا فلا يلحق بك سقم. سقم يعني هزلان المرض، يعني المرض يخلي الإنسان كده مش قادر يتحرك. في الإصحاح 33 عدد 29 يقول إن الفراغ يعلم ضروب الخبث. الخبث اللي هو اللؤم يعني، وده اللي هنتكلم عليه النهارده. أنا قلت دايما الكسل مدخل للإيه؟ للؤم. ويقول لا تستشر الكسلان في شيء من الشغل، لما يفهمش فيه ما بيشتغلش، تستشيره إزاي؟ لكن الكسل يخلي الإنسان فاضي، فالشيطان يديله أفكار يبقى إيه؟ يبقى لئيم أو خبيث. اتكلم بقى شوية عن رأي ربنا في الخبث واللؤم. طبعا واضح ان اللؤم هو احساس الانسان انه في مأزق وعايز ايه؟ عايز يطلع منه. يعمل ايه؟ فيضحك على اللي حواليه. يضحك عليهم ازاي؟ يتلائم عليهم، يقول حاجات وعكسها. يعني يبقى بيشتغل مش بطريقة صريحة واضحة، لكن بطريقة ايه؟ خبيثة. يتعلم ازاي يكون انسان خبيث، مش صريح، مش واضح. بينما الامر واضح ان الكسل هو اللي سبب له ايه؟ حالة اللؤم دي. في سفر الأمثال بقى يقول إن الإنسان الخبيث يتسم بالخداع في 7 أمور. إيه هي بقى؟ في أمثال 6
عدد من 12 ل15. خلي بالكم بقى الكلام هنا عن اللؤم ونتائج اللؤم، يعني نتائج الخداع. يعني يقول الرجل اللئيم الرجل الأثيم. الأثيم يعني اللي بيفعل إيه؟ إثما. وطبعا الإثم خطية ضد الله مباشرة، غير الخطية ضد الإيه؟ الناس. يعني كان في زمان ذبيحة الإثم غير ذبيحة الإيه؟ الخطية. ذبيحة الإثم كان يقدمها الإنسان عن الخطايا اللي ضد ربنا نفسه، زي إنكار الإيمان، زي التجديف على الله، يعني الحاجات الإيه؟ إهانة المقدسات، احتقار المقدسات، يعني الحاجات اللي تزعل ربنا في حقه هو، في حق ربنا شخصيا يعني. فيقول الرجل اللئيم الرجل الأثيم يسعى باعوجاج الفم. مش فمه معوج، لا، اعوجاج يعني كلام ايه؟ مش دايركت، يعني مع كلام معوج. يعني يسعى باعوجاج الفم يغمز بعينيه، يعني يعمل حركات خبيثة، يعني مش مظبوطة، إشارات كده يفهمها اللي معاه عشان يبقوا إيه؟ على الخط مع بعض. ودايما الخبيث بيتعامل مع حد علشان يخطئ معاه بره دايرة الإيه؟ الوضوح. الرجل اللئيم الرجل الأثيم يسعى باعوجاج الفم يغمز بعينيه يقول برجله، يعني عنيف، يعني يقول برجله، يعني حركات رجله تعبر عما يقصد. يشير بإصبعه أو بأصابعه. في قلبه أكاذيب يخترع الشر في كل حين. يزرع خصومات لأجل ذلك بغتة تفاجئه بليته في لحظة ينكسر ولا شفاء. في لحظة إيه؟ ينكسر ولا شفاء. تعالوا بقى نشوف إيه حكاية اللئيم ده، يعني ليه بيلجأ للؤم، وإيه هو اللؤم أو الخبث أو الخداع أو ما، يعني كلها مسميات مترادفات. يعني كلمة اللئيم في العبرية تعني حرفيا بليعال. يقول لا شرك بين النور والظلمة وبين المسيح وبليعال. ودايما يوصف الشيطان بأنه مخادع، بأنه إيه؟ مخادع، لئيم، خبيث، يوهمك بحاجة مش حقيقية ويجيب لك كل ما يجعلك إيه؟ تصدق. يعني ممكن يخدع أي إنسان مهما كانت قامته الروحية، لو مش حذر واخد باله ممكن يخدعه ويضيعه، يخدعه ويضيعه. زي ما أوهم راهب بأنه خلاص جهاده قبل وهو جاهد جهاد كفاية قوي، وإنه جه الوقت للمكافأة، وإنه ربنا هيديله جسد القيامة وجسده ينور، فمش محتاج بقى يجاهد تاني، خلاص كفاية. وجاي له إيه بقى؟ الشيطان مع مجموعة شياطين واخدين شكل المسيح ومجموعة ملائكة، حتى إن الراهب صدق وقال يا ده ربنا حاسس بالجهاد اللي أنا بجاهده
وربنا ريحني أخيرا من الجهاد، وبقى مبسوط، ولا يروح كنيسة ولا يصلي ولا يتعب ولا مطنيات، لغاية ما رئيس الدير قلق عليه، ما بيشوفوش في الصلاة ولا الكنيسة. فراح له قال له ايه الحكاية، في ايه؟ قال له بص جسدي بينور. قال له يعني ايه بينور؟ قال له يعني جسد القيامة. قال له يا مسكين، ضحك عليك الشيطان، بتاكل ولا ما بتاكلش؟ قال له باكل. قال له طب جسد القيامة بياكل؟ قال له لا. طيب بتنام ولا ما بتنامش؟ قال له بنام. قال له طب جسد القيامة بينام؟ قال له لا. قال له طيب كده الشيطان يخدعك ويوهمك بشيء مش حقيقي، ليه كده؟ وابتدى يكشف له ايه؟ خبث الشيطان. واللي جه في شكل مركبة نارية عشان ياخد برضه راهب، اوهام انه زي ايليا، وصل زي ايليا، وانها تيجي مركبة نارية تاخده للسماء. وراح قال للرئيس الدير، قال له بارك لي. قال له بارك لك على ايه؟ قال له ده انا جاية مركبة نارية في الحتة الفلانية في الدير، اعلى من السور، هتاخدني من فوق لفوق. قال له يا سلام. قال له اه. طلع معاه وفعلا جت مركبة نارية وشدت التوب بتاعه اللي هي الفراجية، الرداء اللي بره يعني، وفعلا خدته وطلعت بيه لفوق. بس رئيس الدير مسك الراهب ايه، ما خلاهوش يركب المركبة النارية. بعد شوية لقوا الفراجية نازلة. قال له شوف، لو انت كنت جواها دلوقتي كان جرالك ايه؟ الشيطان مخادع خبيث لئيم، وفعلا بيضحك على الناس بهذا الخبث. يعني يقنع الإنسان بحاجات محدش يقبلها. يعني ما نقرأه عما يحدث في العالم دلوقتي من الزواج المثلي أو ما يسمونه الهوموسيكشواليتي، ازاي الست تبقى راجل والراجل يبقى ست، كلام مش معقول. ازاي إنسان يقبل على نفسه كده؟ حاجة يندى لها الجبين. يعني بليعال بمعنى اللئيم الخبيث. والخبث هو جوهر الشر. جوهر الشر ان الانسان يبقى مخادع، مش واضح، مش صريح، اموره مش معلنه، كل حاجه في السر، كل حاجه مستخبيه. طب ليه؟ علشان يوصل رساله مزيفه مش حقيقيه. كل ما يقوله الشيطان للاشرار ويوهمهم بيها كلها خداع. ولذلك في قناعات دلوقتي بتسري في المجتمعات للأسف، كلها خداع وكلها خبث ولؤم. عشان كده الرجل الأثيم، يعني الإنسان الذي أحب الإثم. يعني يهوذا لما حب يعرف الحراسة اللي معاه على المسيح عمل ايه؟ شتمه؟ لا. رمى عليه طوبة؟ لا. خده بالحضن. لذلك المسيح عشان يظهر الخداع قال له أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ القبلة وسيلة الحب أو التعبير عن الحب تبقى وسيلة الخيانة؟ ازاي؟ ولما شافه قال له يا صاحب لماذا أتيت؟ جاي
لماذا أتيت؟ مفروض كان يفوق بقى بالسؤال ده، كان ما فاقش. وتقدم إليه وقبله، قال له أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ هي دي المحبة؟ تبيع واحد بقبلة؟ تخون واحد بقبلة؟ ايه ده؟ ولذلك الرجل اللئيم رجل أثيم. أثيم هي كلمة تعبر عن انغماس الإنسان في الشر. أثيم يعني طابعه بقى الخطية، بقت هي الحاجة العادية، يعني الحاجة اللي عايشها ومتفاعل معاه. طب يعمل ايه بقى ده؟ يسعى باعوجاج الفم، كل كلامه ايه؟ مخادع، تاخدش منه حاجة صادقة. ممكن ياخد نص الحقيقة، نص الحقيقة ويخفي النصف الآخر. يعني لما يجي يحارب واحد يقول له كثيرة هي أحزان الصديقين. ليه تاخد أحزان؟ انت ناقص. يخفي ومن جميعها ايه؟ ينجيهم الرب. لا، دي ما يقولهاش، ياخد نصف الحقيقة. ونصف الحقيقة ليست هي الايه؟ الحقيقة طبعا. نص الحقيقة ده خداع. يسعى باعوجاج الفم، يعني معناها انه شخص كلامه معوج، مش كلامه صريح، مش ستريت فورورد، يعني مش موجه توجيه واضح للأمام. لا، يلف ويدور بلسانه. يسعى باعوجاج الفم، يعني يقدم فكرا معوجا مش مستقيما، يلف ويدور ويوعد ويخلف إلى آخره. ولذلك الوعد دائما ليس كل الحقيقة. يعني لما يجي لك واحد أخطأ في شيء يقول لك دي آخر مرة، مش هعمل كده تاني، دون أن يقدم إحساس بالحكم على نفسه أنه مخطئ. تفتكر يبقى آخر مرة؟ مستحيل. تكرر مرة واثنين وعشرة وعشرين ومية وألف. اعوجاج الفم يعبر عن إنسان ملتوي في السير، يمشي مرة من أقصى اليمين ومرة إيه؟ أقصى اليسار. ده ما يوصلش، يعني ماشي بالعرض مش ماشي بالإيه؟ بالطول. ما يقطعش مسافات يعني، لكن يضيع وقته إيه؟ في نفس الحيز، يلف حوالين نفسه، يعني ما يتقدمش أبدا. يعني ممكن واحد يكلمك كلام لطيف ومنتهى الذوق والأدب، لكن كل كلامه إيه؟ لف. يسعى باعوجاج الفم. ودايما الرجل المخادع أو الإنسان المخادع دائما يستخدم حواسه في الإقناع. يعني يقول لك يغمز بعينيه، يقول برجله، يشير بإصبعه. يعني إيه؟ بيتكلم بحواسه، يعني يستخدم حواسه في خدمة الخديعة، مش في خدمة النجاة من الخديعة. ولذلك الإنسان المخادع هو إنسان يوهمك بحركات يديه
ورجليه وعينيه وحواسه انه صادق وانه الكلام حقيقي. ولما يلاقيك مش مصدقه ممكن يحلف ايمانات كثيرة انه يعني مظبوط، وفي كل هذا هو مخادع. لكن استخدامه لحواسه دائما استخدام غير طبيعي. يقول يغمز بعينيه. العينين معمولة عشان الرؤية مش عشان الحركة دي، يعني حركة غريبة. يقول يقول برجله. هي الرجل بتتكلم؟ يعني حتى في التعبير عن الحواس واضح انه ايه؟ انه بيتصرف بطريقة ايه؟ طريقة مش طبيعية. يعني ما يستخدمش الحواس، يشير بصبعه بإصبعه. يعني في قلبه أكاذيب، يعني الكذب ايه؟ في قلبه مش بس على لسانه. يعني الأعماق بتاعته أعماق ايه؟ كلها خداع ولؤم، يعيش الإنسان في ضلال. ممكن يوهم الإنسان أنه يعني بيشتغل لصالحه وهو إيه؟ عايز يجيب أجله وماشي في سكة غير الحقيقة. ساعات الإنسان يستخدم الحواس بس بصدق. يعني مثلا لما بطرس لما معرفش يسأل المسيح مين اللي هيسلمه، أشار ليوحنا لأنه كان متكئ على صدره وقال له اسأله، يعني شوف مين اللي هيسلمه. والمسيح بيقول لهم بصراحة كده إن واحدا منكم إيه؟ يسلمني. طب مين؟ ما ال 12 قاعدين، مين؟ بيقول واحد منكم. فبطرس كان قلبه حامي شوية، فشاور ليوحنا قال له قول له مين، يعرفنا مين ده عشان نقطم رقبته، يعني يسلمه ازاي يعني. وبطرس كان حماسي قوي وقال له ده لو أنكرك الجميع أنا لا أنكرك. ولما جم يلقوا الأيادي على المسيح طلع السيف وطير ودن عبد رئيس الكهنة، ودي كانت هتعمل مشكلة. المسيح قال له لا 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 لا، رد السيف إلى غمدة. وأخذ الودن وإيه؟ وحطها في مكانها طبيعي. اللي عايز أقوله إن ممكن إنسان يستخدم حواسه في إثبات الحقيقة، ممكن بس بطريقة إيه؟ طريقة صادقة، مش طريقة خاطئة، طريقة صادقة مظبوطة. وممكن الواحد يلاقي برضو أثناء اللي بيستعملوا الرقص والأغاني والحاجات دي برضو يستخدموا حركات لها معنى ومعنى شرير. يعني فعلا اللؤم والخداع يخلوا الإنسان مش صادق، يريد شرا تحت مظهر الايه؟ الخير. يقدم في الصورة خير لكن وراه ايه؟ شر، وراه شر. من الحاجات اللي بتنتج عن الموضوع ده موضوع الأعمال. يعني مثلا ناس يعرفوا ساحر، يقول الواحدة بنتها اتأخرت شوية في الزواج، يقولوا لها انت سايبها ليه كده؟ تعالي اوديك الراجل جوزها لك في شهر. طب هيعمل ايه يعني؟ هيعمل دعاية في التلفزيون؟ لا. طب واللي هتتجوز بعمل شيطاني ده هيبقى جوازة، ده الجنازة احسن منها. يعني
ازاي يقنعوا بكده؟ كيف؟ مسألة غريبة جدا. وتروح معاها والراجل يعمل لها شوية حاجات، شغل شيطان. وطبعا الحكاية تبقى مبرجلة من أولها يعني، وعنوانها واضح: الخداع. يقول في قلبه أكاذيب. يعني إذا كان من بره بيستخدم حواسه غلط، فالذي في قلبه إيه؟ الرصيد بقى اللي ما بانش لسه، ده اللي ظهر. اللي بان أقل من اللي ما بانش لسه. في قلبه أكاذيب. قديس أغسطينوس بيقول: من يحمل المسيح في قلبه، الحق نفسه، تتقدس كل أعضاء جسمه، بينما من يحمل إبليس الكاذب وأبو كل كذاب في قلبه، فكل أعضاء جسمه لممارسة أعمال الشر وخداعاته. إذا كان القلب فيه المسيح فمش هيبقى فيه خداع، لكن لو القلب فيه الشيطان هيبقى كل الخداع والشر موجود. وبرضه يقول: نقاوة القلب تعني نقاوة العينين. يعني العين النقية دليل قلب ايه؟ نقي، ما فيش شهوة في القلب، لأن العين النظرة تعبر عن الايه؟ الشهوة القلبية. فيقول: نقاوة القلب تعني نقاوة العين التي بها نعاين الله، عين الإيمان. يقول: نرفع أعين قلوبنا إليك، عين القلب، عين الإيمان، فتتقدس كل الحواس. ولذلك مفروض الرجل اللئيم ده أو الخبيث ده، اللي يسعى باعوجاج فمه ويغمز بعينيه ويقول برجله ويشير بأصبعه، في قلبه أكاذيب، يعني الشر متأصل في القلب، يخترع الشر بلا انقطاع. يخترع الشر يعني كل الأمور التي تخدم الخطية، إن كان لبس ولا غيره، بتطلع من قلوب يسمون هذا تطور أو تقدم. هو التقدم من الجسم يتعرى؟ ده حاجة يعني فضيحة. ده احنا لما عروا واحدة يعني ست محترمة، الناس قامت ما عادتش، الدنيا اتقلبت. يوم حد يعري نفسه بإيده. يخترع الشر بلا انقطاع، يزرع خصومات. يعني في واحد يقدم نصيحة تجيب محبة، وفي واحد يقول كلمتين يولع الدنيا كلها. يعني ينشر الأكاذيب، والأكاذيب تسبب مشاكل. يعني في بيزرع حنطة فيحصد ايه؟ حنطة. طب واللي يزرع زوان هيحصد زوان طبعا، أكيد. عشان كده مهم ان احنا نعرف ان من القلب مخارج الحياة. من القلب ايه؟ مخارج الحياة. اللي ماشي صح قلبه مليان بربنا، واللي ماشي غلط قلبه مليان بالشيطان. فسليمان الحكيم بيعبر بقى عن المعاني ديت، ويقول انه الانسان الذي يسلك بخبث وبلؤم ما تاخدش على الحركات الايه؟ الواضحة. ده انتظر ما هو مخفى في قلبه، ستجد خداعا وخبثا كثيرا. قديس غريغوريوس يقول: من يفقد ثبات الفكرة يسقط. ثبات الفكرة يعني الفكرة الصح اللي ايه؟ اللي تثبت. الغلط عمره ما يثبت ابدا. يعني مش ممكن اطلاقا الخطأ يثبت ويدوم، مستحيل.
لكن الحاجة الثابتة هي الحاجة الايه الصحيحة اللي الناس كلها تحب انها تكون كده. يعني ما بنسمع حياة قديس كلنا بنشتاق ان احنا نكون هكذا، لكن الحكاية مش بمجرد الاشتهاء او التمني، لكن لازم الانسان يجاهد علشان خاطر يقدر يوصل الى تحقيق السلام والمحبة، غير اللي بيزرع خصومات. لأجل ذلك تباغته بلية في لحظة ينكسر ولا شفاء. ربنا ممكن يصبر 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 على الإنسان الخبيث، لكن يجي وقت إيه يكشفه فينكسر. زي يهوذا. يهوذا شوف راح تشاور معاهم وعرضوا عليه يعني فلوس ويا ريتها حاجة عدلة 30 من الفضة، يعني حاجة يعني بخسة. باع المسيح برخص التراب يعني، وقعد في مفاوضات وهو اللي راح لهم برجليه. بعد ما المسيح له المجد قال له لماذا أتيت وسلم المسيح، ولقاه مشي في طريق الصليب، وكان فاكر الشيطان أوهمه أنه المسيح يقدر ينجي نفسه إذا كان أقام لعازر بعد ما نتن. حد يقدر يموته؟ حدش. لكن لما رآه قد سلم إلى طريق الموت، راح للأسف رملهم الفلوس وراح شنق نفسه. عشان كده بيقول تفاجئه بلية في لحظة ينكسر ولا شفاء. وفعلا موت نفسه وذهب إلى الهلاك برجليه، محدش نفعه. حتى لما رجع الفلوس قالوا له أنت أبصر، واشتروا أرض سموها تمن دم. أرض يعني بقت بتمن دم. هو الدم له تمن؟ ده ملوش تمن. يعني قصدي حاجة، مين يقدر يكون إنسان؟ مين يقدر يخلق إنسان؟ ده العالم لغاية دلوقتي مش قادر يعمل الخلية الحية، ما يقدرش. دليل وجود خالق حقيقي خلق الخلية الحية. طبعا في أمثلة كثيرة استخدمت اللؤم والخبث. إن شاء الله نكمل حديثنا المرة الجاية عشان وقتنا. لإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد آمين. تفضل نصلي.